ازيكم عاملين ايه؟ معاكم دكتور ندى من اسأل علي. النهارده جالي سؤال جديد بيقول قطتي فيه تكتلات في شعرها. تمام جدا. هو احنا بس الاول عايزين نعرف ايه سبب التكتلات اللي بتحصل دي. بيبقى سببها ان احنا مش بنهتم بتسريح الشعر يوميا. المفروض ان احنا بنبدا نسرح القط بشكل يومي، عشان ما يحصلش التكتلات دي، والشعره الميته تبدا ان هي تقع، والشعر اللي هو مش كويس يبدا ان هو يتساقط، والشعره الجديده اللي هي هيلثي مور شايني تبقى كويسه وهي اللي تطلع وتنمو بشكل صحي. انما لما بنسيب القط من غير تسريح، وبيبقى كمان في رطوبة، بيلعب في المية، في مية بتيجي عليه، بنديله شاور مثلا من غير ما ننشفه ونسرحه كويس جدا، بيبدأ يعمل التكتلات دي. طبعا التكتلات دي يعني لو هي بتبقى متوقفة ان هي تبقى تكتلات بس ومضايقانا شكلا بس مش اكتر، يعني وضعها بسيط، انما احنا بنبقى بنخاف يعني ان هو القط يحصل له مشكلة تحت التكتلات دي، زي ان هو يحصل حاجة اسمها بايودرماتيتس، التهاب في الجلد، ممكن يؤدي الى ان هو يحصل فيه صديد كمان، وممكن يحصل فطريات على الجلد بسبب ان المكان دوت مش بيتهوى بشكل كويس، والوضع ما يبقاش الطف حاجه معانا، ويدخلنا في مشاكل جلديه احنا في غنى عنها يعني. فطبعا